عام الجماعة. سمي هذا العام بعام الجماعة لتنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية وحقنه دماء المسلمين وعودة جيشي الشام والعراق لأماكنهم. لما استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الكوفة، اجتمع أهل العراق وبايعوا الحسن بن علي رضي الله عنه ليكون خليفة للمسلمين. أما أهل الشام فقد بايعوا معاوية بن أبي سفيان خليفة للمسلمين، فصار بذلك للمسلمين خليفتين، وبات الخلاف بين معاوية والحسن على الخلافة، بينما كان خلاف معاوية وعلي على أولوية الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. وكان الحسن رضي الله عنه لا يحب القتال، وإنما يميل إلى السلام وحفظ دماء المسلمين، خاصة بعدما كان في صفين من اقتتال للمسلمين فيما بينهم. ولكن أهل العراق أصروا على قتال أهل الشام، وقد خشي الحسن رضي الله عنه من فتنة مخالفة هذه الجموع، فخرج على رأس جيش لقتال أهل الشام وهو كاره لهذا الأمر، وعلم معاوية بخروجه فخرج له بجيش الشام. وعند اقتراب الجيشين كان الصراع شديدا في داخل نفس الحسن رضي الله عنه، فهو غير راغب في القتال ويريد أن يحقن دماء المسلمين، فأرسل رسائل إلى معاوية يطلب منه أن يرجع عن رأيه ويدخل في جماعة المسلمين ويبايعه على الخلافة. وكان جيش العراق القادم مع الحسن جيشا ضخما كبيرا، وكانوا راغبين في القتال وقد بايعوا الحسن على الموت. ولما كان معاوية يعلم أن الحسن يميل إلى السلام أكثر من الحرب، وأنه يكره قتال المسلمين من أيام صفين، أرسل إليه عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر، فجلسا مع الحسن وقال له إن معاوية يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسالمك. فكر الحسن رضي الله عنه مليا، ورأى إن هو صالح معاوية وتنازل له عن الخلافة فإنه بذلك يكون قد حفظ دماء المسلمين ومنع ظهور الفتن في المستقبل. ثم إن معاوية هو رجل من المسلمين، وقد تمرس على السياسة والحرب مع الروم طيلة 20 عاما وهو أمير على الشام. وفي النهاية قرر الحسن رضي الله عنه أن يتنازل لمعاوية عن الخلافة ويحقن دماء المسلمين، فأرسل إلى معاوية رسالة يعلمه فيها بتنازله عن الخلافة وشروط هذا الصلح التي تحقن دماء المسلمين من الطرفين، وأن تكون الخلافة بعد معاوية شورى بين المسلمين.